السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير، تكونوا مهنيين، تكونوا لاباس، تكونوا فرحانين. اليوم جبت لكم وصفة لابيري، يعني حساء البطاطس بوصفة المحلات. راكم تشوفوا باللحم، يعني بأضلع الخروف، بالكل لي كوتليت ولا باللحم عادي. عندنا المقادير: البطاطا نفوروها مع اللحم، يعني كوتلات اللي هما أضلع الخروف لإخواننا اللي خارج الجزائر باش يفهمونا. ندو البطاطا تاعنا نقطعوها، نغسلوها اولا، نغسلوها مليح، نقشروها ونقطعوها دوائر ونديروها تفور اللي ما يفهموناش، يعني هي نديروها في حمام مائي، نديرو الماء يغلي من تحت ونديرو كسكاس ونفوروها. هي نفوروها يعني نفوروها باش تجينا بنينه وتجينا خفيفه، على احسن من نغلوها كما راكم تشوفوا. نديرها تفور مليح ونقلي اللحم تاعي كما راكم شفتوني. بعد ما يطلق داك اللحم السوائل تاوعه نصفيهم، نروح للبطاطا تاعي كانت فارت، نديرها في الروبو، يعني واللي ما عندهاش الروبو يطحنها في الرحال اليدويه عادي، هي من الاحسن الروبو باش يعطينا النتيجه كيما تاع برا. درت راكم تشوفوا قطعه تاع جبن ابيض اللي هو فرماج، وندير كميه تاع حليب قليله غير باش نطحنوها، غير باش الروبو يدور لنا فقط، ما نكثروش فيها الحليب خاطرش نعرفوها بلي تجي شويه جاده ماشي كاع سايله كما كنتم تشوفوا. ونزيد مع الاخر ندير ملعقه تاع المارغرين، يعني ملعقه تاع زبده باش تعطينا ديك البنه تاع اللي تجينا خفيفه، تجينا تاع برا تجينا بنينه. اللحم تاعي كما كنتو تشوفوا بعد ما قليته وطلق السوائل تاعو، السوائل قلت لكم هذاك الماء كاع اللي طرقاه قلعته، بعد دخلته للفور يعني للكوشه. واللي بغى يخليه يتقلى غير في مقلته يخليه يتقلى في مقلته، انا دخلته للفور حمرته مليح. وهذه المقله شتون دائما يبقى فيها هذاك الاخر تاع اللحم. زدت عليه هذاك المرق اللي كنت قلعته غير الماء تاع اللحم، ما درت لا مرق لا والو. وقلت لكم اللي يبغي يكمل التقليه في المقله يقلع غير داك اللحم من اللحم الاول من طلق الماء نقلعوه، يعني ننزعوا داك الماء على جهه ونخلوه يتقلب مليح حتى يطيب لنا اللحم. ننزعوا اللحم في نفس المقلاة هي اللي نخدموا فيها. درت فيها سنينه تاع توم كيما شتوني ومغرف حرور، فقط نديرو غير حرور وسنينه تاع توم. خاطرش غادي نديرو مرق ابيض، يعني واللي يبغي يدير كريمه طازجه اللي هي كريم فريش، يعني كريمه سائله تاني تجي نفس النتيجه وتجي بنينه. هي يعني من الأحسن درنا كاس تاع ما درت فيه مغرف تاع مازينا كيما شفتوا، غير باش نتقلوا لاصوص تاعنا. خلطت مليح تخلوها تغلي حتى يعني تجمد لنا هذيك شويه تاع لاصوص، يعني تحكم روحها. ونحركو، نعرفوا بلي مايزينا يعني دير كوتا تتكور تبدا نحركوها. غلات لي كيما شفتوا مليح، نخلوها تطبخ مليح وتغلي. واللي قلت لكم يبغي يعوضها ولا ما يبغيش يدير مازينا ولا يدير يخلي غير هذاك الصوص تاع اللحم ويدير بها. اللي ما يبغي لا مازينا لا كريمه سائله كيما تشوفوا ميكسيتها باش نتحصل على القوام تاع لي صوص كيما نديروهم برا. اللي هو يبغي يصفيها واللي يبغي يخليها يتناولها، يعني ما عندهاش مشكل هكا يتناول، خاطرش ما فيها لا عظم لا والو، فيها غير شتو هذوك السوائل اللي يطلقهم من اللحم، سنينه تاع توم وشويه مازينا وشويه ما تاع ما وشويه حرور، هذا مكان والملح يعني طبيعي الملح نذوقو. ندو الصحن نديرو فيه البطاطا تاعنا المهروسه او لابيري تاعنا، ونزينوه كيما على شكل دائري، ولا كان مربع نديرو على حسب شكل الصحن. ونديرو المرق تاعنا يعني من الفوق، ونزينو بقطع اللحم، يعني درت لي كوتلات ومعاهم قطع اللي يعني موصويات صغار، اللي يبغي ياكل اللحم ياكل اللحم، واللي يبغي ياكل لي كوتلات ياكلهم لي كوتلات. يعني نديرو كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ان شاء الله تكونوا تبعتوا الفيديو من الاول للاخر، دائما تبعوا الفيديو من الاول للاخر دائما باش تستفادوا من جميع المراحل. وما تنسونيش دائما بدعمكم تعليقاتكم الطيبه والجيم ومشاركة الفيديو. واللي ما اشتركوش ان شاء الله يشتركوا معنا باش كون زيدنا تكبر بهم ان شاء الله. راكم تشوفوا كاني ندير لاصوص، نوريتكم طريقه التقديم تاعها، يعني نديرو كي الحفره باش نديرو لاصوص، يعني من نجيو ناكلو نبداو ناكلو البطاطا مع لاصوص. نديرو هكا لاصوص في الوسط، ونديرو مع الجوانب فقط تاني، ونزينها في القطع تاع اللحم. ونعرفوا بلي اللحم يطلق هذيك الشحم، يعني الزيت تاعها يعني بعض من الزيوت تاعها يعني طبيعيه ما نخافوش منها. هذاك الشحم هذاك يجينا منين. دائما من نطيبو ما نرموهمش، نديروهم من فوق الماء الاكل من يكون هكا ساخن، نديرو قطرات فقط باش تجينا هذيك البنه تاع اللحم، لان البنه تاع اللحم دائما تجي فيها داك الشحم. من يذوب لنا يعطينا هذاك القليل من الزيت، هذاك نزينو به من الفوق باش يجينا بنين كيما تاع برا، من نشمو هذيك الريحه اللي تسخفنا. ان شاء الله تكونوا تبعتوا الفيديو من الاول، وان شاء الله تعجبكم الوصفه. الى ملتقى في امان الله وحفظه.